الغلاء مش هو العدو الوحيد لفلوسك، احيانا العدو الحقيقي هو التأجيل. تعال احكي لك قصة بتتكرر مع ملايين من الناس. 2014 كنت بتفكر تشتري شقة ب 300,000 بس قلت استنى لما اوفر اكتر. 2017 بقت ب 550,000 قلت لا كده اوفر في البنك احسن. في 2020 السعر بقى 900,000 والنهارده عدت 1,500,000 وانت لسه بتحسبها. المشكلة مش ان السعر زاد، المشكلة انك اجلت قرار كان المفروض يتاخد امبارح ودلوقتي بتدفع ثمن التأجيل مش الغلاء. اللي محدش بيقوله هو ان التضخم مش بس بيرفع الاسعار، التضخم بيضغطك تاخد قرارات متأخرة في توقيت غلط وبأضعاف التكلفة، وأسوأ ما في التأجيل إنك بتكتشف الخسارة بعد فوات الأوان من غير ما تحس إنك كنت بتخسر طول الوقت. الخلاصة، القرار المالي الصح مش دايما بيكون لما الحاجة ترخص، القرار الصح هو امتى أبدأ قبل ما الفرصة تفوت. الزمن ما بيستناش، واللي انت شايفه غالي النهاردة ممكن تبكي عليه بعد سنتين وتقول يا ريتني دخلت بدري.